سادتي، والآن ومع كلمة الرئيس الجالية السيد عبد الرحمن إمام. زي خبركم نحجي دما قال أبو منبر محبركم أتو عبد الرحمن إمام. كبرتي فتصاميت كودات إمباسي ويزرو وين غير كبرتي أدنبر حمادة رياض ويزرو إلسا خيداني زخبركنن بقدامنت أبزي أمانغوهم تراخيبك المحبركم نخسمع نستوحب النعدل بسم محبركم إرترا رياضين كبابيان انقع نابزت أمبل مع تدك نسيو أبتح النابل إزلو من نبعلو زلنا بعل مقابيت شمونتي أحقراوي مع تدك نستيو أب هاجرنا فولي ترجمي زلو مخنياتو دك نستيو لك كم توم دك تبعتيو حواتن ويون كاب أبزل عليه كاب زوردن زنبرة قفعتات جزاتي بحد وجن كاب سبفت أربع هلاويش قونا بخال وجن نمن نقاف أبرتي عن تقاليسا عوت زمسكرالو علت سلزغونيو كبهالك قال بزقات أمزي انقع نبزي عبيب عال كن رئي أبقى عنا نفلكو نعمتا خمس أوان بزبلت أن بزدماغن كنفعلو أمنه إزلو مي ترخيبو زلو عوتن أفويتان بزي تساتفو دك أنستيو بفتصم كبتصح كم زي كأل نخلو بروح كوينو لومون كم تمالي نتي أبقزي برتا وغالسي زرعي أو جغننتن توفاينتن داقماي كمسكرا كإلنا اللوا دك أنستيونا كاب ودي تبعتاي بزي الناس هاجر أمتع نزنبران أبركتو أبانا بإرتراوين عبي بوتا يوزلو هاجر أمو حسن داقماي نخط فأنا نستفقسس ألاقي أم مكاتن بفلاي دما نجاندا نابقدل أم مسداد دك أنستيو زبركتو زلوان ترى أب عالم مدارك تخطرخ بلو زي كال فولي تأمرتيو كبهالك قال زخبركنن قوال نسيتي أبستفل لي إيوان تفل لي متصوعي الناتا وهبا نولدا قوال نحواتا حفتي نبعل بيتا سبيتي ندكا أدخوينا نهاجر كا زودي يامو بزمناوي تمرتن تكنولوجين سلطينا أب كل صلاتات بمستاف نزحجي زصبينا زلو هنصت هاجر دلوت مقبر ناي كلاتنا حلفنت مخانو كزخا خرفتو دك انستيو أب كل مدايات لك كم سبن زبركتا كوا انتخونا قولعو مسديتات أزيو طبق زمدنا سلزلوهم نسنون بقديئن أم معباي قولعو تسأميدن طبعي زخونا حبرتزاب مفتار زلوان ترا ترديئن قولعو دك أن ناي صباح هنستا هاجر مخانوم سلزي ترفوم ناي متبعن مورال مسنقن حلفنت كم زل كيس الكيا بقبوك وزقا يقبا أما دمتا نزبع العوت نمقبر زدالون كل انكفلتات بحفشة بفلاي دماش ما قل بعلات بسم محبركم إرتران ريادن كبابئن لعل مسقانا يبصحكم وبل صني لكم سلسة معكمني بلبيا مسقن زي الأمر زخرين سواتاتنا عاوتنا حفاش. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سعادة القائم بأعمال السفارة السيدة وينق رزقهير، سعادة رئيس اتحاد المرأة الإريترية بالرياض السيدة إلسا كيداني، مسؤول السفارة القنصل ولد سلاسة قبر مدهن، مدير المدرسة الإريترية الأستاذ قليد قرماي. بداية بالإصالة عن نفسي وبالنيابة عن الجالية الإريترية بالرياض وضواحيها أود أهنئكم بمناسبة يوم المرأة العالمي. إن 8 مارس الذي نحتفل به كيوم عالمي للمرأة له أهمية خاصة في بلادنا، لأن النساء مثل أخواتهن ناضلن بشدة لتحرير أنفسهن من اضطهاد الهيمنة الأجنبية من ناحية، ومن الاضطهاد الثقافي الذي كان من صنع الإنسان من ناحية أخرى. وكان هذا اليوم بمثابة شهادة لانتصار إرادتهن. أود أن أغتنم هذه الفرصة لأهنئكم على هذه المناسبة الرائعة، وأتمنى أن يكون العيد القادم أفضل وأكثر إشراقاً في هذا الوقت من العام المقبل.
ومن الواضح للجميع أن هذا النصر والانفراج الذي تحقق اليوم لا يمكن أن يتحقق دون مشاركة المرأة. إن مشاركة أمهاتنا ونسائنا لا يقل أهمية عن الرجال في مساهمتهن في الوطن. إن الدور الذي لعبته وتلعبه المرأة في تأمين البلاد ومحاربة العدو الذي يحاول تدميرنا مرة أخرى، وخاصة في إرسال الطقاة إلى الهاوية، لا مثيل له في العالم. السادة والسيدات الأعزاء، المرأة ابنة لوالديها، وأخت لإخوتها، وزوجة لزوجها، وأم لأولادها، وتاج للوطن. وعلى الرغم من أن المرأة تساهم في كافة النواحي مثل زوجها، إلا أن الأطفال يتمتعون بعلاقة للغاية مع الأمهات اللاتي بدورهن يشاركن في تربية الأطفال ورعايتهم، وهم دورهم في خلق مجتمع سليم وتشجيع طفلاتهن لأنهن بناءة الغد. وينبغي رفع معنوياتهن والوفاء بمسؤوليتهن بشكل صحيح دون تعب. وفي الختام أود أن أتقدم بالأصالة عن نفسي ونيابة عن أعضاء الجالية الإريترية في الرياض وضواحيها بخالص الشكر والامتنان لجميع الإدارات بشكل عام ولجنة المهرجانات بشكل خاص على إنجاح هذا الحفل الجميل. شكرا جزيلا لكم على حسن الاستماع. المجد والخلود لشهدائنا الأبرار والنصر للجماهير.